مع بعض قبل كده اكتر من فيديو عن ليه ممكن ما بقاش انا فاهم الجست قوي وانا بتكلم مع انجلش، وهو مش ممكن يبقى فاهمني قوي مع اني بتكلم انجلش كويس. السؤال بنسمعه كتير طبعا. واتكلمنا في فيديو قبل كده هوت عن ان ممكن يكون ان الجست بيتكلم بلكنه مختلفه غير اللي انا متعود اسمعها او اللي انا درستها او اللي انا بفهمها. في احتمال تاني ان الكلمه اصلا تكون واصله للجست مش واضحه، الكلمه تكون مش منطوقه صح قوي، فالجست في الغالب مش هيفهمها. من اكتر الاخطاء الشائعه جدا، ويا ريت تتمرن عليها كويس قوي عشان التمييز بين الكلمات، حرف البي والبي. بي بي. حرف البي اللي هو البي الخفيفه، لكن البي اللي هو حرف البي اللي هي البي والبي. For example, if I'm gonna say something like B, for example, if I'm gonna say something like bay, bay, bay. حرف البي الخفيفة لازم أقوله وأنا سمايلي، بضحك. بي ببتسم. بي بي like bay, bay. Oh, what is this? Maybe this place called Nama Bay. بي like في شرم الشيخ مثلا في ناما باي، في شاركس باي. باي بي. نابك باي. بي يعني خليج، ولكن طبعا بيكون خليج صغير. خليج كبير بيبقى اسمه جالف. بي يعني باي like باي، لكن pay like pay. How much you gonna pay? P. For example, if you're gonna لو نحب نشوف الفكرة متطبقة قدامنا، لو هنستخدم مثلا ورقة زي دي، أو حرف البي الخفيفة، وحرف البي اللي فيها ستريس، حرف البي. هنشوف الفرق كده. بي 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 ولا أي حاجة، مفيش أي تأثير مع الورقة. لكن الحرف التاني اللي هو الحرف البي التقيلة، بي بي بي. أو what is this? a bank. bank في حرف البي الخفيفة الورقة مش حاسة بأي حاجة. بي. لكن P like pull, pay, pen, pencil. واضح جدا الفرق بين الحرفين. حرف البي دايما احاول انطقه وانا سمايلي ببتسم، البي الخفيفة دايما بنطقها وانا ببتسم، بي. لكن الحرف التاني بي في ستريس. بي. ميرسي.